ازاي ممكن تبقى عايش طول حياتك في سجن وانت مش دريان؟ مش جدران واسوار، لكن افكار ومخاوف وذكريات بترجعك خطوتين كل ما تحاول تطلع خطوة لقدام. بس الغريب ان السجن ده انت اللي بنيته بايدك من غير ما تحس، والكارثة ان معظم الناس عمرها ما هتتحرر من السجن ده، لانهم مش شايفين انهم محبوسين اصلا، وبيتصرفوا كأن كل حاجة طبيعية، ومش بعيد كمان يورثوه اللي بعدهم. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان ساعات بيظلم نفسه مش بس بالذنوب، لكن كمان بالأفكار اللي بتشله وبالخوف اللي بيقيده. في الحلقة دي هنعرف مع بعض أخطر 3 قيود بتحبس الإنسان، وإزاي القرآن الكريم بيقدم لنا مفاتيح تحررنا من السجن ده. يلا بينا.